في كل حضارة عظيمة كانت المرأة هي النبض الخفي الذي يمد الحياة بقيمها وسحرها وقوتها. وفي حضارة الإسلام الخالدة لم تكن المرأة جزءا من الهوامش، بل كانت في قلب الحدث، صانعة للتاريخ، رافعة لرايات المجد والعلم. نجد في صفحات المجد المسطور أسماء تتلألأ بالنور والعطاء: خديجة بنت خويلد أول المؤمنات، وفاطمة الزهراء قرة عين النبي المصطفى، وعائشة بنت أبي بكر عالمة الفقه والحديث، وأم عمارة نسيبة بنت كعب فارسة ميادين التضحية. وهكذا عبر القرون قدمت المرأة المسلمة صورة مشرقة للإنسان الكامل المتكامل. وفي عصرنا الحاضر تتجسد هذه الصورة الجميلة في نموذج مشرف، إنها الأستاذة الدكتورة نهلة صبر الصعيدي، التي حملت رسالة العلم والرحمة، وأثبتت أن المرأة المسلمة قادرة على أن تكون قدوة وراية للأجيال. إذا اتقيت الله يسر الله لك كل عسير وسهل لك كل أمورك وبصرك بالحق حيثما كنت. فيعني لم يزد عن هذه النصيحة. فهي دائما امرأة تدعو إلى السلام وإلى الرحمة وإلى التسامح، ومن أقوالها الجميلة تقول أننا نتغافل عن المخطئ ونبحث كيف نحل له الخطأ، لأن هذه هي القوة، والقوة هي العفو والمغفرة والتسامح بين البشر. وإذا الإنسان لم يحب العمل ولم يعتبر ذلك رسالة، هو سيشقى بهذا العمل وسيشعر أنه عمل مجهد مضني، لأن الرسالة تحتاج إلى مقومات أخرى لا اعتبار فيها للوقت، لا اعتبار فيها للتعب، لا اعتبار فيها لأشياء كثيرة جدا. الدكتورة نهلة تتعامل مع النساء كأختها، وهي تسمع كاملا وتسأل. هي لا تنظر إليهن كطالباتها، لا، هي تنظر إليهن بمثل أخواتها. هي شكلت وعي من وإحنا كنا صغيرين. هي كانت دايما بصراحة بتحافظ على إن إحنا نألف دايما قصص، وإن إحنا نكتب قصص ونكتب شعر ونتعلم حاجات كتيرة. فكانت دايما مثلا تجيب لنا ورق وتدبسه على شكل قصص أكن إحنا مؤلفين القصص. وكانت دايما بتحفظنا من وإحنا صغيرين ألفية ابن مالك. كان دايما بتحافظ ان احنا تبقى مختلفين عن الناس في حته ان حتى لو الناس مخارج حروفها مش ظاهره، فان احنا نبقى مخارج حروفنا ظاهره. نموذج رائد وملهم للقياده النسائيه، وفي خطوه تاريخيه هي اول سيده تتولى منصب مستشار فضيله الامام الاكبر الاستاذ الدكتور احمد الطيب، وده بيعكس تقدير فضيله الامام لدور المراه في القياده. والحقيقه هو ده مش مجرد منصب، لكن هو رساله واضحه ان الكفاءه لا تعرف نوع. الطب الإندونيسية أكثر من 17,000 طالب، ودكتورة نهلة بمثابة الأم للوافدين خاصة لطلابنا نحن. فهي hands on، هي دائما تعين وتساعد القضية الأكاديمية لطلابنا نحن، فيدها يد الأم. مجتهدة مجدة، يعني اجتهادها غير طبيعي، تجتهد في أمور الوافدين بشكل غير طبيعي ما شاء الله عليها. فهذا الاجتهاد أظن ويعني أشعر أنه هو الذي أوصلها لما هي فيه، لأن بدون الاجتهاد وبدون الكد الذي فعلته لا يمكن أن يصل شخص لهذا المستوى بدون الاجتهاد والجد والعمل. من ضمن التحديات اللي وجدتها كان بعد المحاضرة أجد زميلاتي، وأنا كما قلت لم أكن يعني المذاكرة كانت في ذهني. من كتب هذا الكتاب أو أبي كان دائما ما ينزع الخوف منا، فكان دائما يقول الذي تذاكرينه هو عقل كتبه أيضا، فلا تنزعجي، من المهم أن تعرفي الفكرة العامة وأن تهضميها ثم اكتبي، ضيفي من عقلك أنت وبكلامك أنت وبأسلوبك أنت. فحبب إلينا المذاكرة، حبب إلينا إعمال العقل وإعمال الفكر، لكن المهم أن أفهم الفكرة الصحيحة السليمة. اللي كان بيذاكر لي كانت ماما، بتذاكر لي المواد اللي لها علاقة باللغة العربية، الدين،
بابا طبعا كان ليه الدور في ان هو يذاكر المواد العلميه، بس ماما كانت بتخش طبعا. فهي دي كانت نقطه الخلاف اللي ما بيننا، ان هو انت لغه عربيه خليكي في اللغه العربيه، يعني بابا دكتور خليه في الطب ويذاكر لنا. فدي نقطه الخلاف بقى، تقولي الحاجات بتتذاكر بالحفظ والكتابه، بقول لها لا دي مش زي اللغه العربيه، وهكذا. دي نقطه الخلاف اللي ما بيننا، بس هي بتطلع صح في الاخر. أبنائي الأعزاء، إن الأزهر ليس مكاناً تغادرونه، بل هو أصل في ضمائركم ينبض مع نبضات قلوبكم، وسنظل نتابع خطواتكم بعين المحبة والاهتمام، وكلنا يقين بأنكم ستحملون راية الأزهر أينما حللتم. ولدت الدكتورة نهلة صبر الصعيدي في الجزائر، حيث استنشقت أول أنفاسها وسط عبق العروبة والإسلام، ثم انتقلت وهي طفلة صغيرة مع أسرتها إلى المملكة العربية السعودية، وهناك واصلت نشأتها في بيئة تمسكت بالأصالة، وشهدت عن قرب تلاقي الجاليات الإسلامية من مختلف أنحاء العالم. لقد عايشت الدكتورة نهلة عن قرب معاناة الطلاب والمبعوثين من آسيا وأفريقيا وأوروبا، ورأت بأم عينيها مشاعر الغربة والحنين إلى الأوطان والتعلق بحبل العلم والدين. وهذا الإحساس الإنساني العميق ظل يسكن قلبها منذ طفولتها وحتى مراحل نضجها المختلفة. وبعد فترة إقامة في السعودية انتقلت الأسرة إلى جمهورية مصر العربية، وكانت الأولى على الجمهورية بالثانوية الأزهرية، حيث التحقت نهلة صبر الصعيدي بجامعة الأزهر الشريف لتبدأ رحلتها الكبرى في عالم المعرفة والعطاء العلمي. لما كنت في الثانوية إخواتي كلهم كانوا في القسم العلمي، وأنا كان القسم العلمي وأنا في الأزهر لا يوجد إلا كلية الطب والتجارة والعلوم، وأنا كانت أمنية حياتي أن أكون مهندسة أو صحفية أو محامية، وهذا لم يكن متوفر في الأزهر، فآثرت، وكان حبي وعشقي للغة العربية كان شديد جدا، فآثرت أن أدخل اللغة العربية القسم الأدبي، وقد شجعني أبي على ذلك رغم أنه نصحني بأن يعني أن أكون مثل إخوتي لكي لا أندم، فهو كان دائما يقدم النصح لنا، ولكنه كان لا يجبر أحد على أن يدخل في مجال هو ليس راغب فيه. فكان اختيار القسم الأدبي وكان حبي للغة العربية، وكان ثم كان أن كنت الأولى على الجمهورية في الثانوية الأزهرية. فالابن الوافد الذي أتى من بلاده من آخر الدنيا وأقصى الدنيا إلى الكعبة وإلى القبلة العلمية الأولى الأزهر الشريف، لابد أن يعود بعد ذلك إلى قومه وإلى هؤلاء متعلما متبحرا في صنوف العلوم وشتى العلوم من صغيرها إلى كبيرها، حتى ينذر ويعلم قومه إذا رجع إلى هؤلاء. فلا بد أن يكون هناك حنكة إدارية متميزة تفوق وتفوق هؤلاء الطلاب، حتى إذا عادوا بهذه العلوم وهذه الفنون، فأصبحت منارة علمية حول العالم كله. 50 عاما عشتها في نعم متتالية من نعم الله علي. فعندما ولدت كنت في الجزائر، ولدت في الجزائر في بسكرة في الجنوب. كان أبي هناك يقدم تلك الخدمة من تعليم اللغة وتعليم الدين والعقيدة، وهي خدمة من أجل النعم على الإنسان، لأن أبي عندما كان يعمل ونحن عايشنا ذلك معه كان يشعر أنه في رسالة عظيمة يؤديها. ليس علمنا معنى العمل الصحيح عندما يكون لله، وعلمنا الفرح والسعادة بالعمل. فمن نعم الله علي هذه النشأة المباركة، فأنا عندما أعمل. النساء النادرات في هذا الزمان والقيادات النسائية التي يندر وجودها في العصر الحالي، خاصة أنها
من قيادات الأزهر الشريف؟ فمنذ النشأة وأنا اختلطت بفئة الوافدين التي أكرمني الله بأن كنت فيها الآن. هذه البيئة تعلمك معان كثيرة جدا، تعلمك كيف تتعاون، كيف تحب الآخر، كيف تفهم الآخر، كيف تصبر على الآخر، لأن ثقافات مختلفة. وطبعا عندما تعيش هذا في مرحلة الصغر هذا ليس بالسهل. فكنا دائما نرجع إلى البيت وقد حدثت بعض المشاكل مع أصدقائنا، فكانت هذه الأم الحكيمة وكان ذلك الأب يعني صاحب العقل وصاحب الفطنة والذكاء، كانت دائما تقول يعني تبرر لنا مواقف الآخرين وتعلمنا أن نلتمس الأعذار لهم. تلك المرأة العظيمة التي تكنى بأم الوافدين حفظها الله ورعاها، لن نستطيع بصدق أن نوفيها حقها مهما وصفناها، فهي امرأة عظيمة حقا ومجتهدة جدا. بدأت تعمل على تطوير مناهج اللغة العربية، سواء كان في معهد الفتيات أو في معهد البنين أو في معهد الابتدائي وغيرها من التطوير داخل المركز نفسه، سواء كان في الشؤون الإدارية أو رعاية الطلاب أو الإدارة نفسها. فالحمد لله قدمت طلب للمنحة، وخلال يعني 3 أشهر هكذا الحمد لله حصلت على المنحة، فأنا على المنحة الآن ولله الحمد، والشكر موصول لأمنا أم الوافدين، شكر الله سعيها وبارك فيها. من النساء من يصنع الرجال، ومن النساء من يفوق الرجال، ومن النساء من يكون يسابي ب1000 رجال. فحقيقة دكتورة نهلة صبري السعيدي هي تفوق وتؤسس الرجال، وهي مثابة ب1000 رجال. كنت واثقة جدا بوعد الله لي، وده يعني منهجي في الحياة، هذه الآية الجليلة. فعندما جاء هذا الخبر كان يعني تكليف إلى جانب أنه تشريف، تكليف بمسؤولية عظيمة جدا ورسالة جليلة، لأنها تتعلق بالدين الإسلامي وبنشر اللغة العربية، وتشريف لأنها جاءت من فضيلة الإمام الأكبر هذا الرجل العالمي يعني الأستاذ الدكتور أحمد الطيب. في أروقة الأزهر الشريف صقلت الدكتورة نهلة موهبتها العلمية، فحصلت على ليسانس الدراسات العربية والإسلامية، ثم أكملت درجة الماجستير بتقدير متميز لتواصل صعودها نحو درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى. تخصصت في مجال البلاغة والنقد الأدبي، فجمعت في تكوينها العلمي بين الحس الأدبي الرفيع والتمسك بالثوابت الإسلامية الأصيلة. لم تكن مسيرتها مجرد تحصيل علمي جامد، بل كانت رؤية متكاملة تقوم على خدمة الدين والعلم، مع فهم عميق لدور المرأة الحقيقي في نهضة المجتمع. فقد رفضت دكتورة نهلة صبري السعيدي دعاوى التقليد الأعمى للغرب، ورفضت أن تكون الحرية شعاراً أجوف، وأكدت أن الإسلام أعطى المرأة حريتها الحقيقية بالتكريم والاحترام والتمكين تحت مظلة القيم الربانية. مرآة الشعوب تقاس بوضع المرأة فيها، وأنا دائما أقول يعني إن أردنا مجتمعا ناهضا، مجتمعا قويا، لابد أن تكون هناك امرأة صالحة، وإذا أردنا تلك المرأة الصالحة لابد أن تكون تلك المرأة التي تمشي على منهج الإسلام، لأن الإسلام حقا هذا المنهج السماوي لم يضعه قانون وضعي، فهو الذي خلق الذكر، والله عز وجل خلق الذكر وخلق الأنثى، وهو الذي وضع هذه القوانين، هو أدرى بمن خلق. فيعني هذه ونحن أوذينا من قبل عدم الفهم الصحيح لهذا المنهج الذي وضعه الله عز وجل، فوجدنا أناس مختل الفكر ومختل
العقل في كل مرة يخرجون علينا بقضايا بائسة جدا، وقضايا تريد لهذه الأمة الانهيار، فتقول لك تمكين المرأة ومساواة المرأة وتضع هذه المفاهيم البراقة لكن تحتها الخراب والدمار. مصر أم الدنيا، هي تحبنا ونحن نحبها، ومن ضمنها الأزهر الشريف. الأزهر كعبة العلم، منارة العلم، كلنا نسعى إليه لنأخذ العلم من علماء الأزهر ومن كواكب الأزهر. أي تمكين وأي مساواة لابد أن يكون وفق ما أراده الله، ووفق ما أقره الله في كتابه وما جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لما أخذنا نصيبنا من ذلك المساحة التي أعطوها لنا أنتجنا، ولست أنا الذي أقول ذلك، يعني العمل هو الذي يشهد بذلك والجهد هو الذي يشهد بذلك. فواصلنا الليل بالنهار، وكان حقيقة يعني أنا أقول أنا محظوظة بتلك النشأة التي نشأتها، محظوظة بذلك الزوج الذي تزوجته، وكان يعني أي شيء أنا وصلت إليه فهو بفضل أبي أولا وبفضل زوجي الذي دعم وساعد وساند، رغم أنه يعني مشغول أيضا، ولكنه كان يعني لا يتوانى أبدا. هي أول سيدة تتولى منصب مستشار فضيلة الإمام الأكبر للأستاذ الدكتور أحمد الطيب لشؤون الوافدين، وده بيعكس تقدير فضيلة الإمام لدور المرأة في القيادة. والحقيقة إن ده ليس مجرد منصب، ولكن هو رسالة واضحة أن الكفاءة لا تعرف نوع. فضيلة الإمام كان مقتنع جدا بدور المرأة في المجتمع وبما ينبغي أن تسلكه المرأة ليكون، يعني نحن لما تعرفت على فضيلة الإمام وكان فكر مختلف حقا، فكان دائما يعني دعمني دعما شديدا، وكان يقول على مرأة ومسمع من الجميع: أنا أدعمها لا لأنها نهلة ولا لأنها امرأة، لا، لأن عملها جعلني أفعل ذلك. ثم كان بعد ذلك عندما يعني عايشنا فضيلة الإمام أكثر وأكثر في كل مجالسه، كان مؤمن جدا بضوء المرأة، بل كان يقول: إذا أردت لعمل أن ينجح أنا أعطيه لمرأة لما وجدته من النساء. كيف بامرأة تمثل هذه المؤسسة، تمثل أنها مستشارة شيخ الأزهر، تمثل أنها أم الوافدين، ترعى شؤونهم، تعمل لهم، دورها بارز جدا جدا جدا، تمثل الأزهر في كثير من الدورات والندوات، كثير من الأمور، فأظهرت للمجتمع كيف الإسلام عزز وكرم المرأة، كيف جعل لها دور، كيف جعل لها قيمة هذه المرأة، وكيف أنها تستطيع أن تفعل الكثير وتستطيع أن تقدم الكثير والكثير. هي نموذج للمرأة. لماذا؟ لأن هي تتعامل مع النساء كثيرا، لأن في مصر والوافدون كثيرا فيه النساء. وهي صاحبة مشروع قوم لسانا تبني إنسانا. فضلا عن ذلك هي أيضا تدرس في الكليات وفي مرحلة الدراسات العليا، رغم منصبها ورغم مشاغلها ورغم مسؤولياتها، لكنها لا تدخر وسعا ولا تدخر جهدا في سبيل تعليمنا ورعايتنا ومتابعة أحوالنا وحل مشاكلنا وإلى غير ذلك من هذه الأمور. عندما ننظر إلى النعمة الكبرى التي نعيشها في مصر ودعم القيادة السياسية لدور وتمكين المرأة، ده شيء نعتز به ونفتخر به نحن النساء، لأن المرأة وعندما توضع هذه المواد في الدستور المصري للمرأة ليست مادة ولا 2 ولا 3، فيما يقارب 14 مادة لدعم وتمكين المرأة. إذا نحن الآن يعني كنا نعيش عصور يعني صعبة
صعبة جدا في عدم الاعتراف بدور المرأة، عدم الاعتراف بقدرات المرأة. لكن الآن الحمد لله هذا من نعم الله علينا نحن النساء أن يعني أكرمنا، لأن عندما يكون الدعم على مستوى عالي هذا فارق كبير جدا. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دعم المرأة انتقل بالمرأة، والإسلام عندما جاء ممكنا للمرأة مكرما لها، هذا كان فارق جدا في حياة المرأة. تبحث عن الأمور غير المألوفة وغير المعتادة، ودائما نبحث عن حل المشكلات التي تعترض الطلاب الوافدين. ويعني خير دليل على ذلك قرارات المجلس الأعلى للأزهر التي صدرت خلال فترة تولي سيادتها رئاسة مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين. بحر هي من الأحاسيس الرقيقة، محيط هي من المشاعر الفياضة، تملأ الحياة نسيما، تملأ القلوب حبا، تملأ الوجدان نبضا بالحياة، تملأ المشاعر صفاء، تملأ الكون عباقرة وفنونا وفلاسفة وعقولا ولحنا وطربا وجمالا. إنها هي المرأة، من يشك في رسالتها، في رقتها، في أحاسيسها التي سطرنا منها هذه المتناثرات، فليقرأ قول الخالق الأعظم البديع المبدع: كأنهن بيض مكنون. ما أعذب الوصف، ما أرق الموصوف. لو أننا جئنا بكل الأقلام زمراء وبكل الأفكار سعيا لتجسيد رقتها وعذوبتها وروعة مشاعرها، لما تصيدنا مثل هذا التصوير المبدع وهذا التمثيل الأحكم. حين تولت الدكتورة نهلة صبر الصعيدي رئاسة مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف، لم تكن غريبة عن معاناة هؤلاء الطلاب، فقد حملت معها ذكريات الطفولة في السعودية وخبرة الاحتكاك المباشر بالجاليات الإسلامية المختلفة، فكانت تدرك بحس المربي الصادق أن الغربة ليست مجرد فراق أرض، بل فراق دفء وانتماء. فأخذت على عاتقها تطوير المناهج وتحديث أساليب التعليم وتقديم الدعم النفسي والثقافي والعلمي لهؤلاء الطلاب بروح الأم والمعلمة والعالمة المسؤولة. وقدمت عبر مبادراتها وجهودها نموذجا متفردا في الجمع بين الأصالة والتجديد، وظلت صوتا حقيقيا يعبر عن رسالة الأزهر الشريف بكل أمانة ووضوح. وحقا عندما يكون يعني فكر يعني قائد هذه المنظومة، بل قائد يعني هذه المؤسسة العالمية الفكر، ثم أكرمني بهذا القرار أن كنت أول مستشارة لشيخ الأزهر في شؤون الوافدين، ويعني إيمانا منه بدور المرأة وبأدائها. عندما أكرمني الله بأبي أولا وزرع فيها هذه العزيمة، وكان واثق جدا فيها، وكان واثق هذا الدعم المعنوي الذي قدمه، ثم أضفاه علي بعد ذلك فضيلة الإمام الأكبر، فحقا هذه نعمة كبيرة جدا من الله. أقول لها قد إيه إن إحنا كل ما بنمشي في خطوة في حياتنا دايما هي بتبقى قدامنا، كلامها دايما بيبقى في ودانا دايما، ان احنا نبقى ناس مميزين، نبقى ناجحين في كل حاجه، نحاول دايما نبقى البذره الصالحه في اي حته احنا بنتحط فيها. يعني احب اقول لامي ربنا يخليكي ليا وتفضلي طول العمر. اسال ربي سبحانه وتعالى ان يعطيها الصحه والعافيه وطيله العمر، وان يجعل عملها في ميزان حسناتها حتى تسعد بذلك في دنياها وفي اخراها، وتكون بما تقدمه للازهر الشريف وبما تقدمه للاسلام وبما تقدمه لمناره العلم الاسلامي حول العالم، يكون ذلك كله تلقى
تلقاه على أبواب الجنة حينما تفتح لها بكل باب تعلمت وعلمت به. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجازيها خير الجزاء. بقول للدكتورة نهلة الصعيدي في لمسة وفاء شكرا لكل ما قدمتيه لهؤلاء الطلاب، وشكرا لما قدمتيه خاصة للمرأة المسلمة والمرأة المصرية بالمبادرات التي أشرفت عليها والمبادرات التي أسستيها. أذكر منها على سبيل المثال مشروع صناعة القيادات النسائية التي بذلت فيه جهدا كبيرا لكي يخرج إلينا في هذه الصورة المشرفة التي يشرف أن ينال هذا البرنامج كل نساء مصر إذا أردنا أن يتعلمنا أو أن يعرفنا كيف تكون هذه السيدة قائدة في بيتها وفي عملها وفي كل مكان تكون موجودة فيه. أما النون فنور ملأ الكون لاح ضياه، والهاء هل المسك بحضورها فاح في الأرجاء شذاه، اللام لب الحب في أخلاقها، والتاء بذا العقل الرزين تاج بهاء، حفظها الله ورعاها. وهكذا تسطع سيرة الدكتورة نهلة صبر الصعيدي كنموذج فريد للمرأة المسلمة العالمة والمربية والقائدة. إنها امرأة جمعت بين الإيمان والعلم وبين الفهم الصحيح لدينها والانفتاح الواعي على عصرها، واليوم هي قدوة مشرفة لكل نساء المسلمين، قدوة تعلمنا أن التميز الحقيقي يبدأ من فهم الذات والرسالة، وأن العلم نور والرحمة رسالة والإيمان حياة. فلتحمل كل فتاة وامرأة مسلمة مشعل القدوة عن دكتورة نهلة صبر الصعيدي، ولتسير على دربها المضيء حتى تظل أمتنا بخير ما دامت أمهاتها وقائداتها بخير.